بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد. دلوقتي أنا هعمل لكم الأكلة اللي ولادنا كلهم بياكلوها بره وما نعرفش مصدرها ولا نعرف إيه. كل ولادنا بيحبوها وكلنا إحنا الكبار بنحبها. فدي يعني اللي هي بيسموها سمين، ماشي. فأنا جايبة كبدة هي بلدي، أنا عايزة أطلع بس لكم حاجة زائد الكبده البلدي. انا جايبه حته دهن صغيره هحط منها، يعني هحط فصين دي معاها عشان بس طعمها تدي طعم وريحه العيال بيشموها وهم ماشيين بيجروا عليها. انا بحط بس حتتين دهن، يعني دهن اللي هو بيعمل ريحه بس اهو فصين دهن كده حلوين يعملوا لنا الريحه والطعم اللي هم عشان يقولوا لنا جايباها منين. وجايبين بقى فين وجايبين عيش بلدي عشان نعمل لها بقى بتكتكنا وحركات. بس هو حتتين بس مش بحط كتير. موبايل هيولع. ماشي اهو. انا عايزه بس اقلبهم كده عشان يدوا ريحه وطعم. هما بدأت اصلا الريحه تظهر اهي بتاعتها. انا بعمل ريحه بس حلوه ليها. لا خليها ديت بعيد عشان دي مش تعمل لنا ريحه، دي هتعمل شكل يجي ياكلوها ويلاقوها كده، ولو كلوها بره هيقولوا لك عادي اهو. انا بس بخليهم يسيحوا، حته الدين تسيح اهو. عايزين بقى نتكلم في موضوع بجد، موضوع شغلنا كلنا، الدراسة بتاعت ولادنا. الدراسة فالعيال بيجوا هلكانين وتعبانين وتلاقيهم ما بياكلوش كويس. فاحنا بنتكلم بقى في الجانب بقى الايجابي، عايزين الجانب الايجابي ان هم ما يصحوا كده تعبانين وبيجوا تعبانين. احنا لازم نحفزهم، لازم نعمل لهم حافز. عايزين نكتب كده لينا في كومنتاتنا زي ما كتبنا كده على المحشي. عايزين نكتب بقى كومنتات حلوه كده ازاي نعمل لهم حافز. احنا اول حاجه هنحطها اللي هو السجق. انا عايزه احط السجق في جنب اهو، جنب لوحده. انا غاسله كله على فكره، برضو انا غاسله كله هقلبه وبعد كده هيطلع. انا بديله زي صدمه، الصدمه دي عشان ما فيش حاجه خد صدمه اهو. بصي شمع على طول اهو. انا هحط دي خايفه يلاقوها في الاكل هتبقى مشكله. هي هتسيح اهي. انا اديت صدمه للسجق، شايفين الصدمه بتاعته. عايزين بقى ايه اللمه الحلوه بتاعت ولادنا اللي هي يوم الخميس دي، نبتدي نتكلم على مشاكلهم ونشوف ولادنا عايزين ايه في الدراسه كده. تاني حاجه نحطها هي الكبده. انا غسله، يعني مش غسلتها غسيله عشان هو يقول لك ما تغسليش الكبده. الكبده بلدي ونقطعها من الجنب التاني. هغطي عليها 5 دقايق او لغايه مثلا ايه احس ان هي استوت، يعني انا عايزاهم يستوي لان انا مجهزه لهم الخضار. مجهزه الخضار اهو. الخضار اهو مقطعه فلفل وبصل وقوطه وثوم، ودول كانوا توم زياده مش. وهحط معاهم شويه بتاع ده، هحط معاهم شويه بهارات مع حاجات زي كده، يعني البهارات اللي موجوده عندي. انا بحب احط كزبره احمرها وكمون وفلفل اسمر بس، ما بحطش حاجه تاني. والله بتطلع تحفه وريحتها ولونها جميل. انا ما بحطش الخضار في الاول كده علشان الخضار لما بحطه في الاول الخضار بيبقى بصي خلاص الكبده هي بتشمعي هي والسجق شمعوا وحطوا حته ليا
ماشي. وحطه حته الليه اهو. تمام. انا معليه البوتاجاز بقى عليها خلاص، لان هي الكبده انا جايباها بلدي كندوز صغير فبتستوي بسرعه. السجق بقى جبت برضه من عند الجزار على فكره. انا ما بحبش اجيب غير الحاجات الحلوه لولادي عشان العيال ياكلوا يبقى في حاجه فيها غذاء ليهم. انا المره اللي فاتت اتكلمت على موضوع مشاكل الزوجيه. عندي بقى اولادنا بقى دول بصوا حبة كمون مع كزبرة مع ملح اهوت حطيته، وقالب واحد بس من مرق الدجاج، قالب واحد ماشي اهو، قالب واحد. هقلب تقريبا وعشان الخضار يبقى حلو، عشان الخضار يبقى مقرمش كده ما يبقاش معجن فيها، لازم بعد ما تستوي بحطه كده، بحطه على طول بعد ما تستوي، ما بياخدش دقيقه وبقلب وبطل. مش عايزاكم بقى تنسوني باللايك وشير ونشير الفيديو عشان بس يعني كله مستفيد. دي بتنفع سندوتشات الصبح للولاد، ممكن عشاء بالليل خفيف، ممكن غدا جميل برضو سريع كده. هي انا عاملاها غدا بصراحه، انا عاملاها غدا لولادنا. بص انا حاسه ان السجق قليل، فانا هجيب احط لهم